لو سمعت ان في اكتر من نوع من انواع التكميم، ما بين التكميم العادي او التكميم المعدل او التكميم المغلف، انا هقولك الفرق ما بينهم في الفيديو ده. انا دكتور محمد رفعت، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، استشاري جراحات السمنة المفرطة، الزميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. التكميم في العادي هو استئصال لجزء من المعدة، والجزء اللي بيتم استئصاله من المعدة هو الجزء الخارجي من المعدة، واللي بيتم استئصال تقريبا من 70 ل 80% من حجم المعدة، وبيتم استخدام حاجة اسمها الكاليبريشن تيوب أو الأنبوبة المعيارية، واللي بيتم قص المعدة عليها، وده التكميم اللي كل الناس تقريبا بيتعمل فيها. وبعد كده بيتم حط دعامات زيادة عن طريق كليبسات المرارة علشان نقوي خط الدباسات. ده كان التكميم العادي. بعد كده ظهر حاجة اسمها التكميم المغلف. التكميم المغلف ده ان احنا ناخد على خط الدباسات خط تاني عن طريق الخيوط الجراحية زي الفيلوك مثلا، وده بيدينا فايدتين عن التكميم العادي. الاول انه بيزود من كفاءة عدم حدوث نزيف، والحاجة التانية انه بيقوي خط الدباسات بصورة اقوى شوية. ده الفرق ما بين التكميم العادي والتكميم المغلف. طب سمعنا عن حاجة اسمها التكميم المعدل. ايه هو التكميم المعدل؟ التكميم المعدل هو نفس التكميم العادي اللي بيتعمل، سواء كان التكميم العادي خالص او التكميم المغلف، ولكن بيزيد عليه حاجة اسمها الحلقة او المينيمايزر. وده ما بعد عملية التكميم جوه العملية برضو بيتم وضع الحلقة دي على الجزء العلوي من المعدة المكممة. طيب ده هيفرق معانا في ايه؟ ساعات كتير ممكن نسمع ان في حد بعد ما عمل عملية التكميم وزنه زاد، او يقولك حجم المعدة كبر شوية نتيجة لعادات غذائية غلط. ما هو مع الوقت كل شوية هيقدر حجم الوجبة اللي بياخدها بيزيد شوية بشوية مع الوقت، فحجم المعدة يبدأ يزيد، يبدأ ياخد كمية اكل كبيرة شوية فوزنه يرجع يزيد تاني. الحلقة دي اللي بتتحط بتمنع تمدد المعدة المكملة. حتى لو حاول يزود في كمية الأكل اللي هياخدها، الحلقة دي هتمنع تمدد المعدة. هو ده التكميم المعدل. سواء كان التكميم العادي أو التكميم المغلف أو التكميم المعدل، كل مريض بيبقى ليه العملية الخاصة بيه. ما ينفعش إن احنا نقول إن العملية دي تنفع لكل الناس أو العملية دي تنفع لكل الناس. وعشان كده لازم لما تيجي تستشير الدكتور لازم يقعد معاك ويسمع منك ويعرف هيعمل لك أي نوع عملية. اختيار العملية هو اختيار مشترك ما بين الدكتور الجراح وبين دكتور التغذية وبين المريض، مش قرار المريض منفردا نهائي. لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات تقدروا تبعتوها على الكومنتات أو في الرسائل، وإحنا هنرد عليكم في رسائل الصفحة أو في الكومنتات. ممكن كمان نعمل لكم فيديو جديد نشرح فيه كل الأسئلة وإجاباتها. ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.